أنا الغراب، أنا الغراب، أشعر معكم أني غريب، أنا رحت فلا أحباب، أنا جئت فلا ترحيب، فلماذا يكرهني الناس؟ ألأني مسود الريش؟ هل بجمال اللون نكون؟ هل بجمال الشكل نعيش؟ اقرأ آيات القرآن تعرف كم لي من إحسان، اقرأ وتأمل لحظات تعرف نفعي للإنسان، تعرف كم فضلني الله، ذلك في قصص الحيوان. هل بجمال اللون نكون؟ هل بجمال الشكل نعيش؟ لا، ليست المخلوقات بألوانها ولا أشكالها. نظرة الإنسان يا صغيري إلى الشكل، إلى المظهر، نظرة ظالمة، كما أن التشاؤم ليس من الإسلام. خلق الله آدم أبا البشر عليه السلام، وخلق له زوجته حواء، ورزقهم البنين والبنات ليعمروا الكون، ولتتحقق مشيئة الله في جعل الإنسان خليفة الله في الأرض. لكن الناس ليسوا جميعا طيبين، فمنهم من استطاع الشيطان أن يغويه فصار يفسد في الأرض ولا يعين على إعمارها، بدليل قصة هابيل وقابيل، إنهما من أبناء آدم وحواء، وعندما أراد الشيطان أن يغويهما أخفق في مسعاه لدى هابيل الذي كان عبدا صالحا، فسعى بدعوته إلى قابيل يدعوه إلى الشر. قابيل، قابيل. من؟ ألا تعرفني يا قابيل؟ عرفتك، أنت الشيطان الرجيم. ماذا تريد؟ ما أريد بك إلا خيرا. كذاب، الشيطان لا يريد بعباد الله إلا الشر. اسمع قولي هذه المرة، ولك أن تتأكد إن كان قول حق أم لا. قل ما تريد. ألم تقرب قربانا إلى الله؟ بلى، قربت قربانا. وقرب أخوك هابيل قربانا، وقرب أخي قربانا، فلماذا تقبل الله منه ولم يتقبل منك؟ أهذا عدل يا قابيل؟ لا، ليس هذا بعدل. إذن هذا ظلم، فلما ترضى به؟ ارفض الظلم يا قابيل، ارفض الظلم يا قابيل. يا هابيل، لماذا تقبل الله منك ولم يتقبل مني القربان؟ لا يعلم الغيب إلا الله، وإن كنا قد تعلمنا أن الله يتقبل من المتقين المخلصين. والله لأقتلنك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقتلني وأنا أخوك؟ سأقتلك، سأقتلك. خذ هذه الضربة. قابيل قد غدر وخان، أغواه مكر الشيطان، قابيل قد قتل أخاه، ولهذا أرسلني الله. قابيل لم يعرف بعد كيف يواري الجسد وأين، فهبطت على الأرض ورحت أحفر فيها بالرجلين. قابيل فيما المقصود؟ قلد فعلي دفن أخاه تكريما لبني الإنسان، فلهذا أرسلني الله. هذا هو الغراب الذي يتشاءم منه الناس. لقد كرمه الله إذ جعله أول طائر يتعلم منه الإنسان، وذلك لما قتل قابيل هابيل تركه في العراء ولم يعرف كيف يدفنه، فبعث الله غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له حفرة في الأرض فوضعه فيها، ثم حثى عليه التراب، ففعل قابيل مثلما فعل الغراب ودفن أخاه.
ما أجمل هذه القصة. علمتني ألا أستهين بمخلوق مهما يضعف أو يصغر، وعلمتني التواضع وعدم الغرور. أما أنا فتعلمت أن الله يتقبل من المتقين المخلصين، وأن الظلم والحسد والكراهية تؤدي إلى الوقوع في معصية الله. أحسنتما أحسنتما يا صغيري، وأحب أن أعرفكما أن هابيل قد تقرب إلى الله بكبش ثمين، أما قابيل فتقرب بحزمة من السنابل الخضراء. هل بعد حكايتنا قول يمحو الجهل من الأذهان ويؤكد لجميع الناس أن الشكل أو الألوان لا تنقص قيمة مخلوق أو ترفع قيمة إنسان؟ ويؤكد لجميع الناس أن الشكل أو الألوان لا تنقص قيمة مخلوق أو ترفع قيمة إنسان. لا تنقص قيمة مخلوق أو ترفع قيمة إنسان.